أهلا وسهلا بحضراتكم. في البداية بنصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خليني أشكر كل جمهورنا على الدعم والتعليقات والمشاركة في القناة. يعني خلاص داخلين على 20 يوم تقريبا وقربنا نوصل ل1000 مشترك. دي حاجة كويسة وإن شاء الله بإذن الله نحاول نوصل القناة دي ل40,000 مشترك زي القناة القديمة. لكن ليا رجاء عند حضراتكم، الفيديو امبارح نزل للأسف ما وصلش إشعارات لأغلب المشتركين في القناة، فأتمنى إن أنت تدوس على زر الاشتراك وتختار الكل عشان أي فيديو ينزل يوصلك على طول. وقبل ما تبدأ الفيديو بتاعنا ما تنساش تدوس لايك. النادي الإسماعيلي رايح فين؟ ومين المدير الفني بعد رفض الكابتن حلمي طولان والكابتن شوقي غريب؟ الفيديو بتاعنا هيكون دسم وفيه كلام كتير جدا، هنتكلم عن كل أخبار بتدور حوالين النادي الإسماعيلي. أتمنى إن أنت تتفرج على الفيديو معايا للنهاية. تعال اقول لكم ايه اخر الساعات او التفاصيل اللي حصلت مع الكابتن شوقي غريب مع اعضاء مجلس الاداره. خليني اقول لك، زي ما انت عارف ان شوقي غريب دخل الاسماعيليه، وللاسف بعض الاعضاء تاخروا اللي هم الجبهه اللي مش عايزين الكابتن شوقي غريب. ما علينا، كل الكواليس دي حصلت وحصل اجتماع والكابتن شوقي غريب كان موجود بره، وتم الاجتماع بالكابتن شوقي غريب. ولكن الكابتن شوقي غريب هنا صدم الناس اللي موجوده وقال لهم ان انا رافض ادرب النادي الاسماعيلي. قال المبررات بتاعته ان ده مش مجلس، مفيش اتفاق على حاجه معينه، ان احنا نشتغل في بيئه مناسبه والمناخ يكون كويس جدا عشان نقدر نقدم حاجه للنادي الاسماعيلي. نصح الناس ان هم مفروض ما يعملوش كده، وان هم يشتغلوا على قلب رجل واحد عشان مكانه النادي الاسماعيلي، خصوصا بعد ايقاف القيد. فالكابتن شوقي غريب جت منه ان هو شاف ان الاجواء مشحونه والاجواء مش مناسبه والناس بتعند مع بعض والناس مش متفقين، فقال ان انا مش هقدر اكمل مع النادي الاسماعيلي وانا بنسحب. حتى كمان الناس اتكلموه ان هو يرجع تاني او يكون موجود مع النادي الاسماعيلي وهيوقع العقود بشكل رسمي. انا عايز هنا اتكلم واقول بصرف النظر عن ان انا مؤيد لشوقي غريب ولا لا. طبعا حضراتكم عارفين وعملت لكم في الفيديوهات قبل كده ان انا ضد تعيين الكابتن شوقي غريب لاسباب كتيره جدا اللي هي معظمها متفق مع حضراتكم. لكن انا مش عاجبني الطريقه اللي بنتعامل فيها مع المدربين. مع احترامي الكامل لكل اعضاء مجلس الاداره، ولكن الكابتن حلمي طولان والكابتن شوقي غريب ناس قيمه في التدريب، وكفايه كمان كبر السن بتاعهم، فلا بد من الاحترام ولا بد من الاعتذار ولا بد من المعامله الحسنه والطيبه للناس دي. لان انت بتتكلم انت كنادي اسماعيلي في الظروف الصعبه دي، مفيش اصلا مدرب عايز يجيلك. فكره ان في مدرب يوافق ان هو يشتغل في الاجواء دي، فاحنا هنديله تعظيم سلام ونشكره ونبوسه كمان. فانا الطريقه اتمنى ان مجلس الاداره يحسن الاختيار ويحسن طريقة المعاملة مع المدربين الجايين، وما ينفعش يكون شكلنا كده في الفضائيات، لأن بصراحة شكلنا بقى سيء جدا 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 بسبب اللي شافه من أعضاء مجلس الإدارة. وقالت زي ما أنا قلت وبكرر تاني، مش هيشتغل داخل النادي الإسماعيلي في الأجواء دي. طب مين اللي هيدرب اللعيبة في فترة الإعداد؟ مين اللي هيشيل المسؤولية؟ مين اللي هيكون موجود؟ الإسماعيلي أو الناس اللي موجودين في الإدارة كلفوا الكابتن أشرف خضر والكابتن محمود جابر إن هم يستكملوا فترة الإعداد، والحقيقة هنا عايز اشكرهم بصراحه مع احترامي الكامل. وممكن انا وانت نختلف زي ما انا مختلف ومش عايز الكابتن اشرف خضر يكمل او هو اللي يبتدي الموسم اللي جاي، لكن فكره ان انا اكون موجود وقت تحمل المسؤوليه فدي حاجه بصراحه يشكروا عليها. هم ابناء اسماعيليه ولكن مش مجبرين ان هم يعملوا كده، مش مجبرين ان هم يتبلغوا ان في مدير فني جديد جاي فشكرا يا كابتن اشرف ترجع مكانك لقطاع الناشئين. حاضر انا هرجع، وبعد كده ما يكونش في مدير فني، معلش يا كابتن اشرف خضر هتكمل فتره الاعداد. حاضر هكمل مع اللعيبه. الحقيقه لازم نشكرهم على روحهم وعلى وقفتهم جنب النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي اداهم كتير، النادي الاسماعيلي هو اللي عرفنا مين اشرف خضر او مين محمود جابر، مع حفظ الالقاب للجميع. ولكن فكره ان هم موجودين على طول في خدمه النادي الاسماعيلي، فالحقيقه انا حابب اشكرهم على وجودهم. اتمنى ان هم يكملوا على نفس المنوال اللي موجود ويكونوا سند ودعم واضافه للنادي الاسماعيلي في التوقيت الجاي لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد اللي هنجيله في نهايه الفيديو. كمان فريق النادي الاسماعيلي او اللعيبه اللي موجوده اتسلموا جزء من مستحقاتهم الموجوده عند نادي الاسماعيلي، ودي حاجه كويسه، خصوصا انت كمان كمجلس اداره ما بقاش عندك حجه. خلاص اللعيبه اللي موجوده كلها 16 لاعب مع الناشئين، فانت مش هتشيل هم المستحقات خالص. فاتمنى ان هم يلتزموا بمستحقات اللعيبه في الميعاد، لان الفتره اللي جايه مع بدايه الدوري
مش عايزين اي مشاكل نهائي. الفتره اللي جايه محتاجه شغل كبير جدا جدا من مجلس الاداره بتوفير المناخ المناسب للعيبه اللي موجوده وكمان الجهاز الفني اللي موجود، ومش عايزين اي مشاكل، مش عايزين اي انقسامات، مش عايزين اي اختلافات، لان الدوري اللي جاي صعب جدا. عايزين نبارك للاعبنا ابراهيم النجعاوي، انضم لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 عشان يشارك معاهم في التصفيات المؤهله لبطوله كاس الامم الافريقيه 2025. اتمنى له يا رب التوفيق ويشرف نادي الاسماعيلي، وباذن الله يكون ليه مستقبل كبير جدا في الكره المصريه. كمان في نفس السياق عايزين نبارك للاعبنا الناشئ حسام محمد نصر، لاعب النادي الاسماعيلي مواليد 2007 وانضم لمنتخب الناشئين. حاجه كويسه ان لاعب او اتنين، ولكن النادي الاسماعيلي كان معودنا على طول ان اكتر من 3 4 لعيبه بينضموا لمنتخب الناشئين، ففكره ان حسام ينضم لمنتخب 2007 حاجه كويسه، وان شاء الله باذن الله منتظرين منه المزيد ويشرف النادي الاسماعيلي ويكون له مستقبل كبير. نروح للموضوع الاهم واللي شاغل كل جمهور نادي الاسماعيلي، وهو المدير الفني الجديد. خلاص بعد رفض الكابتن حلمي طولان والكابتن شوقي غريب، وهنا تدخلت لجنه الشباب والرياضه المتمثله في وزاره الرياضه، وتم رفض محضر اجتماع تم التصويت فيه على الكابتن حلمي طولان وعلى الكابتن شوقي غريب، وده بسبب عدم وجود العضو احمد فهيم. زي ما احنا عارفين ان العضو احمد فهيم قدم استقالته للنادي الاسماعيلي وقال انا مش موجود، ولكن ما تمش الموافقه من مجلس الاداره او عمل اجتماع عشان يتم القبول بالنسبه للاستقاله. فطبعا لما راح الاستقاله للجنه الاولمبيه تم رفضها تماما، وامرت العضو ان هو يرجع يمارس مهامه داخل النادي الاسماعيلي. المحضر اترفض لان التصويت تم من غير وجود احمد فهيم، وبالتالي هو الراجل عضو. فبناء على ايه انتوا اخدتوا قرار والراجل عضو داخل النادي الاسماعيلي ما اخدتوش رايه في التصويت؟ فبالتالي المحضر اللي اتقدم حتى او اللي الناس شافوه قال لك لا ده مرفوض تماما بالنسبه للكابتن شوقي غريب وبالنسبه للكابتن حلمي طولان، فلازم يكون احمد فهيم موجود عشان يتم قبول المحضر ويتم تنفيذ قرار مجلس الاداره. طيب بعد اللي حصل مع الكابتن شوقي غريب، خلاص زي ما احنا قلنا ان الراجل مش هيكمل مع النادي الاسماعيلي والمفاوضات اتقفلت، تم عمل اجتماع بوجود العضو احمد فهيم المستقيل ورجوعه عشان يمارس مهامه داخل النادي الاسماعيلي، وجت لحظه التصويت عشان يختاروا مين هو المدير الفني للنادي الاسماعيلي. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاربعه الجبهه اللي هي بتحاول ان هي تجيب الكابتن حلمي طولان او الكابتن شوقي غريب هم محسن عبد المسيح، فرج عمران، محمد جمال، شوقي عوض، مع احترامنا الكامل لالقابهم. الجبهه الثانيه نصر ابو الحسن رئيس النادي، مصطفى شله امين الصندوق، احمد عبد الرحمن، واحمد فهيم. فكده 4 قصاد 4. بالنسبه للجبهه اللي انا قلتها في الاول، هم قالوا عايزين وصوتوا باختيار الكابتن شوقي غريب. اما الجبهه الثانيه اللي هي بيقودها رئيس النادي تم التصويت واختيار الكابتن حمد ابراهيم. وطبعا زي ما احنا عارفين ان في حاله تعادل الاصوات بيتم احتساب صوت رئيس النادي بصوتين، وبالتالي هنا 5 اصوات ضد 4، وبالتالي ال5 او الاغلبيه اختاروا الكابتن حمد ابراهيم. عايز اقول لك بس حته سريعه في النقطه دي، ان كان الوحيد من الاعضاء اللي كان واقف جنب احمد فهيم في مشكلته والمحاضر اللي حصلت بينه وبين رئيس النادي هو فرج عمران نائب رئيس النادي. ففكره ان نشوف احمد فهيم يخش في الجبهه اللي فيها رئيس النادي بعد المناوشات والتطاول بينهم وبين بعض، فاحنا بنقول ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم، ومش عايزين مشاكل ولا خناقات. فهنا كفه الكابتن حمد ابراهيم ترجح ويتم اختياره كمدير فني للنادي الاسماعيلي، بمناسبه ان في 5 اصوات ضد 4 اصوات. المحضر اللي هيتم فيه التصويت وقرار مجلس الاداره بيتم فيه اختيار الكابتن حمد ابراهيم كمدير فني للنادي الاسماعيلي. هل بقى الاعضاء اللي كانوا عايزين شوقي غريب هيسكتوا؟ هل هيقبلوا بالوضع؟ هل هيتقبلوا القرار بتاع الاغلبيه عشان مش عايزين نشوف مشاكل تاني ويقول لك طب ما احنا اخترنا شوقي غريب وحلمي طولان وجه رئيس النادي بوظ لنا الكلام ده كله؟ اتمنى ان الامور تهدى واتمنى ان الناس تستقيم. النادي الاسماعيلي مش في حمل الكلام ده كله، يعني انا مش شايف التورته اللي كله عمال يقسم فيها وياخد فيها. انتوا اتظهرتوا عرفناكم من خلال النادي الاسماعيلي، ولكن كفايه كده، النادي الاسماعيلي ليه حق عليكم. الناس هتكلم حمد ابراهيم او كلمته بالفعل عشان يقود فتره الاعداد بشكل سريع جدا جدا جدا. عايز اقول لك ان الميعاد الاقرب ان الكابتن حمد ابراهيم يكون موجود في تدريب النادي الاسماعيلي يوم السبت. ده الكلام اللي طلع من مجلس الاداره. السبت ده كلام اكيد، وممكن باقصى تقدير جدا او في اسوأ ظروف يكون يوم الاحد، ولكن بشكل سريع بعد ما تم اختيار الكابتن حمد ابراهيم عشان يكون المدير الفني للنادي الاسماعيلي هيقود سريعا فتره الاعداد
للنادي. وعايز اقول لك ان الجهاز المعاون للكابتن ايهاب جلال هيكون هو بالكامل الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي. احنا بنتمنى لهم التوفيق. حمل شديد جدا على الكابتن حمد ابراهيم. عايز اقول لكم برضو انا معاكم في الحته دي، ان انا مقدر معاكم المخاوف والمسؤوليه تكون كبيره على الكابتن حمد ابراهيم، لان احنا بنشوف في التعليقات بتجيلنا على القناه الناس عندها تخوف من اداره الكابتن حمد ابراهيم للفريق، وان هو على طول بيكون رجل تاني، وان هو كان ليه تجربه ايام يحيى الكومي فشل فيها. ولكن بنتمنى ان شاء الله باذن الله ان هو ينجح مع النادي الاسماعيلي، على الاقل بس نخبط في فرق الدوري ونحاول نقعد في الدوري السنه دي. اتمنى ان هو بعد 5 6 ماتشات ما يمشيش ويكمل لنهايه الموسم زي الموسم اللي فات لما كملنا بمدرب واحد وهو الراحل ايهاب جلال. بالمناسبه عايزين ندعي له بالرحمه والمغفره، ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. بشكل اكيد خلاص الناس استقرت على الكابتن حمد ابراهيم، بس عايزين ناكد هنا معلومه ونقول ان النادي الاسماعيلي زي ما احنا متعودين كل دقيقه بحال. شفنا مع الكابتن شوقي غريب في 3 ساعات شوقي غريب مدير فني، لا مش مدير فني، لا مدير فني. ناس بالاغلبيه اختاروا الكابتن حمد ابراهيم. هل الامور هتتم؟ ناس بيقولوا خلاص ان هم هيتكلموا معاه وان هو هيقود فتره الاعداد يوم السبت. نتمنى ان ده يحصل، نتمنى ان ما تكونش في اي خلافات خالص مع اعضاء مجلس الاداره عشان نكمل المهمه اللي هم موجودين فيها، عشان نحافظ على كيان واسم النادي الاسماعيلي. حرام اللي بيحصل في النادي الاسماعيلي الحقيقه، انت مش عارف تلاقيها منين. مشجعين مش موجودين بسبب حبسهم من مباراه الزمالك، لعيبه للاسف امكانياتها لا تصلح ان هي تعدي اصلا من سور النادي الاسماعيلي، مجالس ادارات فاشله مش قادره ان هي تساعد النادي الاسماعيلي في ازمته، رغم وعودهم وبرامجهم الانتخابيه اللي قالوا ان النادي الاسماعيلي هيبقى عامل زي برشلونه وريال مدريد. للاسف الكلام ده ما بيحصلش، وتحس ان في لعنه موجوده على النادي الاسماعيلي للاسف. فالفتره اللي جايه محتاجه تكاتف، محتاجه مسانده، محتاجه دعم مننا كلنا عشان النادي الاسماعيلي يعدي الظرف والوضع الرهيب اللي بيعاني منه. احنا خلصنا الفيديو بتاعنا، حكينا لكم كل الكواليس وكل التفاصيل اللي بتدور حوالين النادي الاسماعيلي. اتمنى ان انتوا تدعمونا باللايك بتاعكم، زي ما قلت زر الاشتراك تخش وتختار الكل عشان يوصلك كل فيديو بنقدمه. اهم حاجه تدوس لايك عشان يوصل لاكبر عدد من جمهور نادي الاسماعيلي. بنتمنى لكم التوفيق وبنتمنى لنادينا التوفيق ان شاء الله باذن الله نشوفه في افضل واحسن حال.